هلا وشلونكم؟ تعالوا أنا وياكم نتعلم شلون نقطع الكيك القطع. طبعا هنا أنا عندي الكيكة محشاية ومصقولة ومبردة على الأقل ساعة بالبراد. نبدي نقطع الأطراف بهالشكل هذا، وإذا كنتم مبتدئين لازم تستخدمون المسطرة حتى تقيسون قياس مضبوط للقطع مالت الكيك. وحتى تكون قطع الكيك نظيفة ومرتبة وشكلها نازك وحلو، لازم بين كل قطعة والثانية ننظف المنشار اللي نستخدمه بالتقطيع. أكيد السكين اللي أنا جاي أستخدمه هو بالمنشار، لأنه السكينة الحادة مستحيل راح تقطع لكم قطع نظيفة ومرتبة. بالجهة الثانية أنا استخدمت المسطرة حتى تكون عندي القطع كلها نفس الطول. بعدها نكمل تقطيع الكيك ونبدي تزيين قطع الكيك بأي شيء تحبوه. أنا استخدمت فرماسيلي شوكولا أرشها بهالشكل هذا، وممكن تزينوها حسب رغبتكم بالشيء اللي تحبوه. هنا استخدمت كريمة بيضاء فورمة نجمة وبديت أسوي ورداتي بهالشكل. ممكن تسوون كريمة جوزية أو أي لون أنتم تحبوه. أنا حبيت أسويها بيضة وضفت لها هنا مروار كراميل نقاط بهالشكل هذا. ممكن تستخدمون مروار فراولة راح ينطي طعم وشكل أيضا حلو. هذا شكلها النهائي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو